السلام عليكم. بغيت ندوي معكم في واحد الحدث طرا على السريع واللي كيتحسب حتى هو من انتصارات المغرب، بعيدا عن الكاف او لا اي حاجه بحال هكا. ماشي الكاف وماشي الكره. هذا الموضوع عنده علاقه ببن سديره. بن سديره تم القاء القبض عليه، واش اليوم ولا البارح، في فرنسا. وصلني للتو خبر توقيف جرد لندن سعيد بن زديرة من قبل الشرطة الفرنسية صبيحة اليوم، بعد ما كانوا يترصدوه وانا كان على بالي ما كنتش حاب ننشر الخبر لاسباب خاصة. فتم توقيف سعيد بن زديرة من قبل فرقة خاصة من الشرطة الفرنسية في الضاحية 92، وتم تحويله على توقيت تحت النظر الجاردافي في انتظار عرضه بعد ساعات على قاضي او بعد سويعات على قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية في محكمة لانتير، اين تواجهه تهم خطيرة وخطيرة جدا. اللي ما تعرفش بن سديره هو معارض، زعما معارض جزائري. تيعارض النظام، تيعارض عبد المجيد تبون، تيعارض الرئيس، تينتقد كل شيء. ماشي تيعارض، ولكن تيسب ديال بصح، ماشي تيسب ديال بصح. ومع ذلك كيدخل للجزائر. دونك هنا تنفهموا بان داك الشيء راه غير مسرحيه، حيت الدليل هو ان واحد راه دوا غير صحفي مسكين، دوا غير على التمر، شدوه ضربوه ب5 سنين. تقدر تلوح تدوينه في فيسبوك تدوي على النظام ولا شي حاجه يقدروا يشدوك. فما بالك انك دير فيديوهات كتسب وكتخسر الهضره وداك الشيء كامل في النظام وفي الرئيس وفي كل شيء، ومع ذلك كتدخل الجزائر حرا طليق وتتخرج. فشنو طرا؟ علاش تشد؟ والقضيه فيها مخابرات المغربيه هي اللي ساهمت في انه يتشد. علاش؟ كاينين معارضين في فرنسا، معارضين جزائريين في فرنسا، بحال دي زاد وبحال بزاف ديال الناس. فهو كان باغي يخدم على شكل طعم، على حسب محللين سياسيين اللي تصنت لهم وخديت من عندهم الاخبار. على راسهم عبد اللطيف اللي في دار الخبر، وكنحييه من هذا المنبر، اللي كيقدم اخبار زوينه، وكنصحكم انكم تتبعوه. فكان تي باغي يخدم كطعم، يشدوا هذوك المعارضين الجزائريين، ماشي غير يشدوهم ولكن ويسبيو الحدث في المغرب. فالمخابرات المغربيه رصدت الامر. هذاك الشيء علاش كان قبل من 48 ساعه ولا 72 ساعه جا وزير الداخليه، وربما هذا يقدر يكون هذا واحد من الاسباب انه جا للمغرب، وربما كان عنده ملفات اخرين ومن بينها هذا الملف انه يتدارس الامر مع وزير الداخليه المغربي. وربما ما يكونش هذا الشيء بصح، ولكن كان وزير الداخليه هنايا. فالمغرب كان راصد الامر في ضمن هذه المؤامره اللي كانت باغا دار، وتعاون مع المخابرات الفرنسيه. فعطاهم لا دات ديال الدخول ديالو وداك الشيء. فور دخوله للمطار تم الالقاء عليه القبض. بزاف الناس يقدروا يقول شنو مصلحه ديال المغرب في هذا الشيء. اولا المخابرات المغربيه عندها معاملات مع بزاف ديال الدول الاوروبيه كاسبانيا، فرنسا، امريكا. فهذا داخل في التعاون الامني. هذا الحدث اللي كان غادي يطرا وكانوا يسبوه في المغرب غيتسبب للمغرب بمشاكل، لانه تهم تلصق في المغرب وهو ما دارهاش. هذه الثانيه. الثالثه هو ان ربما ما كانوش باغيين يصفيوها فقط الجزائريين، ربما كانوا باغيين يصفيوها حتى الريفيين انفصاليين. كاين بعض الانفصاليين ديال الريف اللي كيعيشوا في هولندا وفي فرنسا، وهذا كانت عندهم ربما قائمه اللي ما بغاتش تبقى تعارض المغرب، وما بقاتش باغا تعارض المغرب، وما بغاتش تمشي معاه في المخطط ديالهم. كانوا باغيين حتى هما يصفيوها لهم ويدخلوهم في هاد لا ليست باش يلصقوها في المغرب، وتسمى المغرب هو اللي صفاها لهم. فالحمد لله هذه من انتصارات ديال المغرب، ليس فقط رياضيا وسياسيا ولكن حتى امنيا. تحيه للمخابرات المغربيه، وتحيه لجميع الاجهزه الامنيه المغربيه، ومبروك ومليون مبروك للمخابرات المغربيه مره اخرى. وتهنينا من واحد صراحه كان خوينز شويه اللي هو بن سديره. صراحه غادي يرتاحوا ودنينا واحد شويه. وسي اون نيكست فيديو. هذا الخبر هذا ما بغيتش يدوز بلا ما ندوي ليه. انا باقي كنحاول دابا نكونسومي كونتوني اللي كيدوي على هذا الخبر هذا، ونشوف نقرا مقالات ونحاول نتنور اكثر. ولكن المهم الحدث لانه تم القبض عليه، نشرتها لكم. في انتظار المزيد ان شاء الله في الموضوع، غادي نناقشوه في هنايا في القناه وفي الصفحه. ما تنساناش باللايك ديالك، وسي اون نيكست فيديو. بيس.